ومسلسلنا بيبدأ بتشان. ده مش مجرد شاب غني، ده رئيس شركة تشان للاستثمارات، يعني وحش في السوق الدولي. بس الحقيقة إنه مستني نجاح مشروع واحد بس علشان يخلص من سيطرة أبوه ويبقى هو الكل في الكل. وهو شخص كتوم حزين، جواه جرح قديم وذنب لسه ما اتمسحش من ذكرياته، ودايما لابس أسورة نادرة. وعلى الناحية التانية لينشو، دي بقى بنت تتحط على الجرح يطيب، طالبة في قسم الترجمة، شاطرة مجتهدة وبتصرف على نفسها بإنها بتدي دروس لأخوها الصغير. كانت دايما بتشوفه من بعيد لبعيد. وفي يوم خرجت لأمه وعرفتها إنها خلصت، وأمه عرفته بيها: دي مدرسة أخوك، طالبة في الجامعة وبتديله درس بقالها شهر. ورد فعله ولا الهوى، ولا كأنه شايفها. أصل شن عنده عقدة قديمة من المدرسات بتوتره، فبيخبي توتره ده ورا قناع البرود. أمه طلبت منه يوصلها في طريقه. لا يا فندم، ما تتعبيش نفسك، أنا جاي حد ياخدني. ولسه بتلف علشان تمشي، عيونهم اتلاقت لأول مرة. يا لهوي، ده لسه صغير قوي إنه يبقى رئيس لمجموعة كبيرة زي دي. ومن كتر التوتر ونظراته الغريبة اتكعبلت وهي ماشية. وفي الطريق المساعد عرفه إن الآنسة يو من عيلة تشو. بدأت تسأل عليه السكرتيرة، أصل شين ده دايما مديها الوش الخشب ومتجاهلها تماما، وأمه بتجبره على الجواز من ياو. بس شين عارف إنها طماعة، وهو كل هدفه دلوقتي إنه يتحرر من قيود عيلته. في الناحية التانية كانت واقفة مستنية الباص والتلج بينزل، وكلمت أبوها: يا بابا ما تجيبش سيرة الفلوس، أنا بشتغل وبدي دروس ومكفية نفسي، أهم حاجة صحتك. وبالصدفة شافها تاني وما قدرش يبعد نظره عنها، فبعت المساعد بتاعه بالشمسية علشان يحميها. بصت له وهي مش فاهمة إيه سر نظرات عينه دي، نظرة فيها غموض، حزن، وحاجة بتشدها ليه غصب عنها. وصاحبتها بتكلمها وهي بتعيط: الحقي يا لين، زميلتنا جيانغ حاولت تنتحر. فجريت على المستشفى وعرفت إن حبيب جيانغ خلع وسابها، فما استحملتش وسألت اللي موجودين: مين فيكم الحبيب الندل اللي عمل فيها كده؟ وفي اللحظة دي شان وصل المستشفى، والقدر قرر يلعب لعبته تاني ويجمعهم. فافتكرت إن شين هو الحبيب الغدار، وصاحبه حاول يوضح إن الموضوع كان اتفاق. انت فاكر علشان معاك فلوس تقدر تهدد وتعمل اللي على مزاجك؟ فقرب منها بدل ما تقفي تهاجمي، افرحي ان صاحبتك لسه عايشة. والدكتور خرج، هي عدت مرحلة الخطر بس للأسف ما قدرناش ننقذ الطفل. وصاحبه حاول يوضح لها: احنا جبنا لها أحسن دكاترة وما قصرناش معاها، بس اللي كان السبب في الانتحار لازم يشيل المسؤولية. وكان لسه هيوضح إنها حامل منه مش صاحبه، بس وقفه. بصلها: قبل ما تتهمي حد اتعلمي ما تستعجليش، لازم تعرفي الحقيقة كاملة واستني لما تفوق وهي هتقولك على اللي حصل بالظبط. ومشي وزعقت فيهم إنهم بيتهربوا من المسؤولية، وهددت تبلغ البوليس، لحد ما صاحبتها فهمتها: يا بنتي مش ده حبيبها أصلا. وصاحبتها قررت تبات مع صاحبتهم النهاردة وهي تبدل معاها بكرة. وخرجت من المستشفى، والوقت كان متأخر جدا والمستشفى بعيد عن المدينة، وآخر باص راح عليها. وشان وقف بعربيته وبرغم بروده كان مش قادر يسيبها تمشي لوحدها في التلج ده. اركبي. في الأول كبرياءها منعها، ده لسه متخانقة معاه جوه، هتركب ازاي بقى؟ شباب اليومين دول بقوا شاطرين في العند قوي، حتى لو ده هي على صحتهم. فبتلاقي إن كلامه صح، وكرامتها مش هتدفعها لو جالها برد يعني. فركبت وهي بتتكتك من البرد. شكرا، ما أنا قلتلك في طريقي، بس برضه شكرا إنك هتوصلني. وسألته: سيد شن، تفتكر اللي بيأذي الناس المفروض يدفع التمن عشان يبقى فيه عدل؟ طب واللي يروح أماكن ما كانش ينفع يروحها ويعمل حاجات ما كانش ينفع يعملها، ولما يجي يتحاسب يقول مش أنا اللي عملت كده ويعيب في الأماكن دي، ده مش برضه مش عدل؟ بتلاقي إن كلامه منطقي لدرجة إنها مش بتقدر ترد. تاني يوم راحت لزميلتها تطمن عليها، وهناك عرفت الحقيقة. صاحبتها عرفتها إنها اللي قصدت تحمل. ليه يا بنتي؟ عشان كانت فاكرة إن ده هيخلي حبيبها يكمل معاها وتفضل عايشة في بكين وما ترجعش قريتها تاني. وافتكرت كلامه وفهمت إن صاحبتها هي اللي ورطت نفسها، وده نتيجة أفعالها وتفكيرها. وبعد شوية كانت بتدي الدرس لأخوه، وفجأة دخل عليها: أهلا يا أنسة، أنتي مش تخصصك ترجمة جاية تدي درس إنجليزي؟ مش شايفة إن ده مش مناسب؟ أنا فعلا تخصص ترجمة، بس أقدر أدي درس إنجليزي كويس، ولو حابب ممكن تشوف مستوايا. مش قصدي، أنتي شكلك موهوبة في الترجمة وجاية تدي درس، أنتي مش شايفة إن كده بتدفني مواهبك؟ أنا لسه طالبة فمش سهل إن أنا ألاقي شغل مناسب. طيب لو عندك وقت ممكن تساعديني في ترجمة كام ملف، والسعر أنتي اللي تحدديه. دي فرصة أزود دخلي وأريح بابا شوية. هعمل لك الكلمة ب2 يوان. وأخد رقم الويتشات بتاعها عشان يبعت لها الملفات. أنا ليه بتصرف كده؟ ليه بقرب منك وعارف إنك مش شبهها؟ عايز الملف بكرة الساعة 7 يكون جاهز.
فيها مشكلة؟ مفيش مشكلة خالص، المهم ما تهربش من دفع الحساب. شكلك طماعة وبتحبي الفلوس. هنعمل ايه بقى؟ الجامعة محتاجة فلوس كتيرة، وبعدين لما تشوف شغلي مش هتحس ان التمن غالي خالص. ومن كتر الدردحة لبست في الباب. أمه كانت واقفة ومراقبة كل حاجة من بعيد ومش عاجبها الوضع خالص. هي عارفة السر اللي في قلب ابنها وخايفة انجذابه ليها يكون مجرد تكرار للماضي. وعشان تفصله عن الجو ده طلبت منه ياخد أعشاب يوديها لجد عيلة تشو بنفسه. وكان بيحاول يخبي رعشة إيده ومشاعره اللي مش قادر يتحكم فيها. وفي بيت عيلة تشو وصل هناك، وكان غرض أمه طبعا إنها تقربهم من بعض. جدي بعت أعشاب لجدك، يعني لو طنط ما قالتلكش تجيبهم بنفسك ما كنتش جيت. هي فضلت ترغي وهو ولا هنا أصلا، عقله كله كان مع الرسالة اللي جات له منها وفيها الملف اللي اترجم. وعشان كده خلع منها. معلش يا أنسة، عندي شغل ضروري لازم أمشي حالا. كانت هتتجنن، البرود ده مش طبيعي. وبدأت تشك إن في واحدة تانية دخلت حياته. وبعد شوية لين كانت قاعدة بتذاكر في أمان الله في مكتبة الجامعة، وفجأة كلمها: انتي فين؟ في المكتبة، مش سامعك، اخرجي بره. ولما خرجت لقت عربية فخمة جدا واقفة قدام الجامعة. ايه العربية الملفتة دي؟ لو ركبت معاك هيطلع عليا كلام مش كويس، استنى بعيد وانا هجيلك. وراحت وهي مخبية وشها وكأنها بتعمل جريمة. وده خلى الشان يعجب بيها أكتر. حضرتك عايز مني ايه بالظبط؟ أنا بس ما بحبش أبعت رسايل كتير، وقريت الملفات اللي ترجمتيها كانت كويسة جدا، وواضح إن جودة التعليم في جامعتكم مش بطالة. ما طبعا يا سيد تشان، الغالي تمنه فيه وشغلي يستاهل. طيب وعشان أشكرك على المجهود ده تعالي نخرج سوا النهاردة. لو الأستاذ شان عايز يعزمني على الأكل فالأفضل يقولي من بدري عشان أعمل حسابي وما اضطرش أرفض وأبقى قلة الذوق. هي بتحط لنفسها حدود، مش أي حد يقول لها تعالي تروح حتى لو كان مين. طيب أنا بعرفك من دلوقتي، أنا هحجز لبكرة. هو أنا مسافر إندونيسيا يتفاوض على مشروع ومحتاج مترجمة معاه، وأنا رشحتك والمرتب كويس جدا، فما تاخديش فكرة غلط. العزومة دي عشان أعرفكم على بعض مش أكتر. طيب والدروس بتاعت أخوك؟ الدروس دي أنا اللي بحدد ميعادها، ولو الجامعة مرضتش تديكي أجازة أنا هعرف أجيبلك أجازة بنفسي. لا لا لا، بلاش انت خالص، أنا هعرف أتصرف. شكرا لحضرتك. الميعاد بكرة الساعة كام؟ هعدي عليك الساعة 9 الصبح. لا مش لازم حضرتك تتعب نفسك، ابعت بس العنوان وأنا هعرف أروح المكان لوحدي. فابتسم وبصلها وكأنه بيغرق فيها أكتر. هو حضرتك بتبصلي كده ليه؟ شكلك حلو قوي. طيب أنا همشي وأقابل حضرتك بكرة. ونزلت من العربية وهي بتجري وبتحاول تخبي وشها بالجاكيت. بقولك، مش انت كان عندك سفر لأندونيسيا عشان مشروع ومحتاج مترجمة؟ البنت اللي قابلناها في المستشفى شاطرة قوي وتنفعك. ويوم المقابلة هوان كان مستغرب جدا وهو شايف صاحبه مستنيها قبل الميعاد بساعة كاملة. لما تيجي خد بالك من كلامك معاها كويس، أنا مش عارف أنت هتوديني معاك لحد فين. والمساعد جه بلغه إنها سافرت لمكان شغل باباها عشان حصل حادثة كبيرة وأبوها بيتحقق معاه. وصاحبه ما قدرش يسكت: أنت المفروض ترجع تترهبن تاني، أصل أي ست بتقرب منك لازم يحصل لها مصيبة. الكلمة دي لمست وجعه القديم اللي مخبيه. كان بيحب المدرسة بتاعته بجنون، بس أمه رفضت العلاقة عشان الفرق الطبقي والسن. أمه ضحكت على البنت الغلبانة وأقنعتها إنها تسافر تدرس برا علشان تليق بمستوى ابنها، وهي كانت قصدها تبعدها. وللأسف المدرسة سافرت وتعرضت لاعتداء وماتت هناك، ومن يومها وهو شايل ذنب موتها وكأنه هو اللي قتلها بإيده. الصدفة إن لين دلوقتي في نفس سنها وفي نفس جامعتها. على الجانب التاني راحت لعمتها تطلب مساعدتها لأبوها، بس عمتها رفضت وخرجتها بره في البرد. كانت تايهة وتليفونها فصل شحن ومش عارفة تروح فين. وفجأة شان ظهر وراها: ايه اللي جابك هنا؟ جيت ادور عليكي. انا اسفة تليفوني فصل شحن ومعرفتش اكلمك، ما كنتش اقصد اخلف معادي معاك. طيب لو ما كنتش جيت دلوقتي كنتي هتعملي ايه؟ كنت هاخدها مشي. هتمشي كل ده لوحدك؟ فما قدرتش تخبي خوفها ووجعها اكتر من كده وانفجرت في العياط. لأول مرة تلاقي حد يحس بيها وينقذها في وقت هي فيه في قمة ضعفها. ومن غير أي تفكير رمت نفسها في حضنه، وكأن الكتف ده اتخلق عشان يشيل تعبها. وهو كان في صراع، قلبه عايز يقرب بس عقله بيفكر في الماضي، خايف إن السيناريو يتكرر تاني وتأذيها عيلته. لما وصلوا البيت حب يطمنها وفهمها: الحادثة اللي حصلت في المينا بسبب أبوكي، نتج عنها ضحايا كتير وأهاليهم طبعا مش هيسكتوا، بس ما تتوتريش، أبوكي معلهوش أي غلط وهيطلع منها، بس دي إجراءات لازم تتم. شكرا ليك، أنا من وأنا صغيرة ما عنديش غير بابا هو اللي رباني، ولما حصل الموضوع فجأة اتلخبطت. بس المفروض لما تقعي في موقف زي ده تطلبي المساعدة من حد أكبر منك. أكيد حضرتك جعان وأغلبية المطاعم مقفولة دلوقتي، هعمل لك نودلز بسرعة مش هتأخر. وعلى ما النودلز جاهز كان غرق في النوم من تعبه.
غطته بالراحة وقعدت تتأمل ملامحه لأول مرة وهي بتقرب منه، وخصلة من شعرها لمست وشه فصحي. هو أنا نمت كده إزاي؟ وبدأ يعرفها: عمتك اتقبض عليها بتهمة فتح بيتها للقمار، وطبعا هو اللي رتب الكبسة دي عشان كسرت بخاطرها، ووضع أبوكي معقد شوية ومش هيتحل بين يوم وليلة. ارجعي لكليتك وأنا هحل موضوع أبوكي. هو أنت إيه اللي جاب حضرتك هنا بالظبط؟ وعايز مني إيه؟ أنتي بنت ذكية، والمفروض بذكائك ده تقدري تفرقي بين الناس. أنا عايزك تستخدمي حمايتي، بس أنا كده كده مش في خطر، وبعدين إحنا في بلد قانون وبتاخدوا علشان ياكلوا. لا لا، مش جعان. ورفض الأكل لأنه مش عايز يموت النهاردة. وتاني يوم رجعت الجامعة ولقت صاحبتها اللي حاولت تنتحر سابت الكلية للأبد، والسبب تفكيرها الغلط، والنتيجة إنها ضيعت مستقبلها وكرامتها. وتليفونها رن وعرفها إنه تحت سكن الطلبة. نزلت له جري وهي مش فاهمة ليه قلبها بيدق كده وليه متحمسة تشوفه بالسرعة دي. إيه اللي جاب حضرتك سكن الطلبة؟ أنا كنت معدي صدفة من جنب السكن ولقيت الورد الأبيض ده بيتباع، فلقيته شبهك وجبتهولك. بتشكره؟ هتشكريني كده وخلاص؟ طيب عاوزني أشكرك إزاي؟ فقرب منها. انتي بتفكري في إيه؟ انتي لسه صغيرة. يلا ادخلي من البرد. المساعد بلغه إن الجد تشو وعيلته معزومين عندكوا وياريت يفضي نفسه بكرة. وتاني يوم حنيها كانت بتدور عليه ولمحته، فبعتت له رسالة ورد عليها إنه مشغول وهيكلمها لما يفضى. هي طبعا استغربت، مشغول في إيه وهو في البيت؟ وأخوه عرفها تستناه عشان هو طالع بره وهيوصلها. وهي خارجة لأول مرة من الباب الرئيسي شافت أمه داخلة ومعاها عيلة تشو، وفهمت ليه هي كانت دايما بتدخل وتخرج من الباب الخلفي. أتاري الباب الرئيسي ده للناس المهمة بس مش لأي حد. وفجأة سمعت واحدة بتنادي عليه وبتقوله: وحشتني قوي وما شفتكش من زمان. وإيديها كانت متعلقة في كتفه وعيونها متلقت. هي كانت مذهولة وبتحاول تستوعب الصدمة اللي قدامها، وهو عيونه كانت مليانة عجز وأسف مش قادر ينطق. ورغم إنه في الحقيقة ما وعدهاش بكلمة، بس عينيه كانت بتوعدها بأكتر من كلمة. يا عبيطة، افتكرت بجد إنه اتعلق بيكي، بس هو ما وعدنيش بحاجة عشان أحاسبه. والمساعد جو عرفها إنه مش هيقدر يخرج معاها وهو اللي هيوصلها، بس كبريائها منعها ورفضت، وطلبت من المساعد رقم هوان. وتاني يوم بلغت صاحبتها إنها خلاص ناوية تسافر وماشية بكرة، لأن هوان عرفها صعب يلاقي حد يسد مكانها دلوقتي. وهي قالت لنفسها: أهي فرصة أبعد وأعتبره تدريب عملي وأكيد هينفعني في اللي جاي. واتصل عليها وبكل أدب عرفها إن الشنطة هتبقى تقيلة عليها فهيعدي ياخدها. وصاحبه استغرب من الحالة اللي هو فيها. إيه ده؟ أنا قلت بعد اللي حصل زمان قلبك قفل خلاص ومش هتحب تاني. وهو كتم بقه لأنه لسه مش فاهم عاوز إيه منها ولا قادر يرسى على بر في مشاعره. وعدت الأيام وهو ما عندوش الجرأة يكلمها، بس كان متابعها دايما. هوان كان بيبعت له كل يوم: البنت شاطرة بجد ونفعتني في شغلي وأنا بهتم بيها ومش بضغط عليها في الشغل زي ما أمرت. وبعت له صورتها وهي رايحة في النوم من التعب، وأول ما شاف صورتها حن أكتر. والست الوالدة كلمته وعرفته إن أبوه رجع البلد ولازم يجي. حاضر، بس يا ريت المساعد بتاعك يبطل زن فوق دماغي ويستعجلني. الحاجة اللي وعدتك بيها مش ناسيها. وتاني يوم بعت له صورتها وهي لابسة فستان أحمر يخطف، وكانت سهرانة على يخت بالليل. طبعا الغيرة كلته، ازاي تروح هناك في الوقت ده؟ فبعت له رسالة مردش، رن عليه مردش، فقلبه حس إن في مصيبة هتحصل. وفعلا البنت كانت شاربة وناس حاولوا يخطفوها ويتعدوا عليها على اليخت، وملقتش سبيل تهرب بيه غير إنها ترمي نفسها في المية. قلب الدنيا واتصل بفريق الإنقاذ وعرفهم يحاولوا بكل قوتهم ينقذوها. والذكريات هجمت عليه، وافتكر يوم ما عرف إن حبيبته القديمة ماتت وأمه شايلته الذنب كله. انت اللي موتها عشان حبيت تخرج عن طعنة وتحب بنت تانية. وعذاب الضمير رجع ينهش فيه تاني، بس المرة دي حلف إن المأساة مش هتتكرر تاني ومش هيسيب التاريخ يعيد نفسه. وعلشان يهرب من تدخل أمه ومراقبتها كلم ياو وطلب منها تساعده، وما تعرفش أمه إنه مسافر، وفي المقابل وعدها إنه هيروح لها البيت. وهو عمل كده من خوفه عليها علشان ما تأذيهاش زي ما عملت في اللي قبلها. وعدى الوقت والجميلة فاقت لقته في وشها أول ما فتحت عينها وقرب منها، بس هي كانت قلقانة منه وواخدة على خاطرها. إيه اللي جابك هنا؟ أنا جيت علشان الحق. ممكن تديلي فرصة أشرحلك اللي حصل وقتها؟ البنت اللي شفتيها دي حفيدة زميل جدي في الجيش، والعيلتين قريبين من بعض مش أكتر. خفي انتي بس وهتعرفي كل التفاصيل. مش مهتمة. يعني ايه؟ انتي شايفة الموقف اللي حصل ده مش هيأثر على علاقتنا لو مش شرحتوش؟ هو أنا بالنسبة لك أطلع ايه؟ انتي عاوزة ايه؟ انت تقدر تديني ايه؟ اهدي وخلينا نتكلم بعدين. انتي رجلك مكسورة ومحتاجة راحة دلوقتي، وأول ما نرجع هشوفلك بيت قريب من جامعتك عشان ما تتعبيش في المواصلات. يعني انت عايزني ابقى عصفورة في القفص بتاعك؟ وصاحبه اللي كان عامل نفسه نايم وقع وفضل يتأسف. انا كنت عايزها تتبسط وتغير جو بس والله مش اكتر.
وما كنتش أتخيل أبدا إن ده هيحصل. بحركة واحدة من إيده طرده. اخرج بره دلوقتي. اتلفت لها تاني. ممكن ترتاحي دلوقتي، في ناس واقفة بره الأوضة، لو احتجتي أي حاجة في أي وقت اطلبي منهم. أول ما خرج مسك هوان. كلب اللي اتعرض لها ده لازم يتحاسب، وده أقل واجب معاه. هوان اتأكد إن حبه ليها واهتمامه بيها مش مجرد تسلية ولا تضييع وقت. فسأله هتعمل إيه؟ المفروض إنك هتتجوز ياو بقرار من عيلتك، معقول هتقدر تخالف الأوامر؟ هو كان عارف إن اللعب مع عيلته صعب، وإنه لازم ينجح في المشروع اللي في إيده الأول عشان يقدر يفك الحصار ويتحرر من سيطرة أبوه وجده للأبد. ورغم إن المشروع ده ممكن ياخد سنين، بس كان في حاجة واحدة بس متأكد منها زي اسمه، إنه مستحيل يتجوز واحدة غيرها. وبعد شوية وقت فائت ولقته لسه قاعد جنبها. انت ما مشيتش كل ده؟ عاملة ايه دلوقتي؟ من شوية سألتيني سؤال وما جاوبتكيش عليه. أنا وقعت ودماغي اتخبطت وما كنتش مركزة في اللي بقوله، وكمان رجلي مكسورة دلوقتي فمش هقدر أدي دروس تاني. وهو كان بس عايز يفتح قلبه ويطمنها إن مستقبلهم مع بعض، فحاول يمسك إيدها في لحظة ضعف منه، بس هي صدته ورفضت. كانت مترددة بس قررت تواجهه بالحقيقة اللي مش هتقدر تهرب منها. ما كانش ينفع تقرب مني أصلا، إحنا مش من نفس العالم. انت اللي صممت تدخل حياتي، ويمكن الموضوع كان سهل عليك تدخل حياتي وسهل كمان تبعد، بس أنا اللي صعب عليا أبعد. بعد ما اتعلقت بيك، لما بابا وقع في مشكلة كنت أنت أول واحد ظهر قدامي، ولما جبتلي الورد فرحت من كل قلبي. بس وبعدين أي حاجة أنت عايزاها هقدر أديها لك، حتى حبك. فقرب منها وعبر لها عن اللي في قلبه، وساب نفسه اللحظة من غير ما يفكر في بكرة. وتاني يوم وهم راجعين سوا سألها ايه اللي مفرحك قوي كده؟ السيد هوان بعتلي المرتب فقررت أعزمك على أكلة، ايه رأيك؟ أكيد، بس أنا النهاردة لازم أرجع البيت. أنا شفتلك شقة تقعدي فيها وجهزتلك خدامة وطباخ كمان، وخدي الكارت ده خليه معاكي. بس أنا مش محتاجاه، دي طريقتي في الحب ولازم تتعودي عليها. ماشي، بس اوعى تندم. أنا هندم بس لو في يوم بعدتي عني. وراح حاطط اسورته اللي عمره ما قلعها في ايدها. دي غالية قوي وما اقدرش اقبلها، بس انتي اغلى منها بكتير، خليها معاكي. وفعلا يا جماعة، اللي بيحب بيكون عايز يقدم كل حاجة لحبيبه. ورجع البيت ولقى جدة شو كان موجود، وأبوه سأله يا ترى علاقتك بياه بقت عاملة ازاي دلوقتي؟ احنا كبرنا مع بعض من صغرنا، وهي بالنسبة لي زي أختي مش أكتر. وطبعا الكلمة دي لا عجبت أبوه ولا عجب أمه ولا عجب حد خالص، بس هو ولا كأنه هنا ما كانش في تفكيره غيرها هي وبس. وبعت لها أكلت ولا لسه، وقالت له إن الست اللي جابها لها لسه بتجهز الأكل. وسألته أنت أكلت؟ أنت وحشتني قوي. فابتسم. انتي كمان وحشتني جدا. وعلشان يهرب ويروح لها استأذن، عندي شغل ضروري في الشركة ولازم أروح حالا. وهي كانت قاعدة في شقتها الجديدة وبترص الورد، وفجأة لقيته داخل عليها. ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش قلتيلي اني وحشتك؟ بس ما كنتش اتخيل اني هجيلك بسرعة كده لما تقوليها لي. وهي اتكسفت وبدأت تفرجه على الورد. انا اسفة لو حطيت حاجة في بيتك من غير اذنك، لو مش عاجبك هشيلها. لا عجباني وشكلها حلو قوي. وبعدين انتي تعملي اللي انتي عايزاه، حتى العفش اللي جوه ده لو مش عاجبك غيريه كله. وقالت له ان الورد ده زي الورد اللي جابه لها زمان، وان النبتة دي بالذات لما بتفتح بيبقى شكلها حلو قوي، بس انا ما عنديش صبر استناها لحد ما تفتح. الصبر جميل واللي بيصبر بينول. المهم، جعان؟ تحب اعمل لك نودلز؟ لا مش جعان، هنا في طباخين يقدروا يعملوا اي حاجة تطلبيها. وطبعا هو كان خايف يطلع زي المرة اللي فاتت ويتسمم. وبعد كام يوم كان مسافر بره البلد مع هوان في شغل، وهناك اشترى لها سلسلة معروضة في مزاد عالمي بمبلغ وقدره، وكل ده عشان يهديها لها في عيد ميلادها. هو كان شايف ان الفلوس مش مهمة قصاد ضحكة واحدة حلوة منها. هوان حب يرجعه لأرض الواقع ونصحه بلاش تعلق نفسك بيها وتعلقها بيك، وفي الآخر تسيبها بجرح يعلم فيها طول عمرها. أنا مش زي زمان، واللي حصل زمان مش هيتكرر تاني. وهي قاعدة مستنية الفرج، بعتت له رسالة خلاص إنها هتفك الجبس. قام اتصل بيها استني لما أرجع وأكون معاكي، بس أنت لسه قدامك أسبوع وأنا خلاص مش قادرة أستحمل أكتر من كده. خلاص يبقى هجيلك بكرة. وقعدت قدام الزرعة مستنياها تفتح، فالخدامة شافتها لو فضلتي تبصلها كده للصبح مش هتطلع برضه، دي محتاجة صبر واهتمام ومراعية. وعدت الأيام وحضر اجتماع العيلة، ويوم ما كانتش مقتنعة بحجة سفره المفاجئ لهوان، وحاسة إن في حاجة غلط. تأجيل الخطوبة أكتر من كده مش حاجة لطيفة، وليه بتأجل في حاجة كده كده هتحصل في الآخر؟ بس هو عمل ودن من طين وودن من عجين ومردش عليها. وفي نفس الوقت هي فكت الجبس وبقت زي الفل. وصاحبتها في الكلية قالت لها يا ترى حبيبك الغامض ده هتوريهولنا إمتى؟ وهي غيرت الموضوع من الكسوف. وفجأة تليفونها رن، كان هو بيسألها انتي فين؟ في مكتبة الكلية. طب اطلعي أنا مستنيكي بره. وخدها في مشوار مفاجئ. راحوا المعرض رسامة مشهورة اسمها سوانغ. عرفت من بوستاتك انك بتحبي الفنانة دي، قلت اعملها لك مفاجأة واجيبك المعرض بتاعها.
ده أنا ياما حاولت أجيب تذاكر للمعرض ده ومعرفتش، وسوانغ جت تسلم عليه وعرفها إن الرسامة دي صاحبته زي أخته وعشرة 10 سنين، والرسامة أول ما شافتها خدتها على جنب. دي أول مرة في حياته يوريني واحدة ويعرفني عليها، وده معناه إنك غالية ومهمة عنده قوي. ولو حاسة إنه رخم شوية أو ما بيعبرش فده بس عشان هو تقيل وما بيعرفش يطلع اللي جواه، لكنه حنين وطيب جدا. وفي نفس الوقت ظهرت واحدة اسمها فانغ وحبت تسمعها كلمتين بطريقة غير مباشرة. فضلت تتكلم بصوت عالي، فراح شين وياه وخلاص قرب. وفي ستات كتير اليومين دول بيحاولوا يتلزقوا في أي راجل متجوز أو خاطب. الكلام وجعها جدا وحست بالإهانة، بس قررت إنها مش هتقبل حد يهينها. وهي ماشية سمعت هيون بيكلم ياو. مش معنى إن أهلكم متكلمين عليكوا تقومي تتحشري في حياته. وما كانش واخد باله إنها سمعت كل حاجة، وهو جه وراها وعرف إنها عرفت الموضوع كله وسألته: أنت بتحبني؟ أيوة بحبك. فحاولت ما تبينش، ويلا عشان الأنسة صوانغ مستنيانا ناكل. مسك ايدها قبل ما تمشي وهو شايف في وشها ملامح الزعل اللي بتحاول تداريها. ليه بتكبري وتخبي زعلك؟ لو طلبت منك بدل ما ناكل مع صوانغ تاخدني دلوقتي بيت العيلة بتاعكم وناكل هناك وسط أهلك، هتوافق؟ خليها مرة تانية. وليه مش دلوقتي؟ وصاحبه وصل وحاول يهزر معاهم بس ما استحملتش وانهارت. ما تهزرش معاها بالطريقة دي تاني، يلا هروحك. الوقت عدى من غير ولا كلمة. نزلت من العربية وسابته ومشيت، وهو ما كانش قادر يستحمل فكرة إنها زعلانة منه. في اللحظة دي كلم ياو: أنا مش اتفقت معاكي مادام مفيش حاجة رسمي بينا ما تعديش حدودك؟ البنت دي هي اللي قربت منك فتستحمل اللي هيجرالها بقى، وأنا مش هسمح لأي واحدة تقرب منك. فما كانش عنده وقت للكلام، هددها إنها تقرب منها تاني، وأمر المساعد بتاعه إن عيلة صاحبتها تخسر في البورصة ويستحمل بقى. مادام معرفش يربي بنته أنا هربيها له. وعشان يرضيها طلب من المساعد بتاعه يبعت لها الهدية اللي جابها لها. ما كانش عنده صبر يستنى اليوم عيد ميلادها. السلسلة وصلت لها السكن، ولما دورت هي وصاحبتها على سعر السلسلة انصدمت إنها ب33 مليون. بس هي أصرت إنها ترجعها له لأنها مش هتقبل هدية بالتمن ده وهي مش على ذمته. بدأت تفكر في مستقبلها بعيد عنه، وزميلها جو كان قال لها على وظيفة في شركة خاله، وبعتت له رسالة: أنا ما ينفعش أقبل هدية غالية زي دي، وإحنا ما فيش بينا أي حاجة رسمي. ومرت الأيام وشين كان دايب في حبها وبيحاول يهون على نفسه وجع البعد، وصحابه مش مصدقين. انت عشان فنغ بس ضايقتها تخسر عيلتها وتدمر أهلها في البورصة بالشكل ده؟ طب هتواجه عيلتك ازاي لما يعرفوا انك بتضحي بكل ده عشانها وانهم ممكن يأذوها بمليون طريقة؟ هو انا مش من حق اختار الإنسانة اللي هحبها واكمل معاها حياتي؟ الخدامة كلمته وبلغته انها جات البيت، فقام يجري عشان يلحقها. عطليها بأي طريقة لحد ما اوصل. بس هي كانت رايحة علشان تديله الهدية وتنهي الموضوع. وهي ماشية لقت شين في وشها سكران. حاولت تهرب منه بس هو مسكها وكأنه مش مصدق إنها قدامه تاني. أنت متمسك بيا ليه؟ عشان بتحبني بجد ولا علشان بتستغلني عشان عارف إني بحبك؟ وهنفضل كده مع بعض لحد إمتى؟ للمدة اللي أنت عايزاها. أنا اللي بسألك، مش في واحدة المفروض هتتجوزها؟ أوعدك إني هحميكي طول عمري، تحميني. وبعدين تروح تتجوز واحدة تانية وأنا أبقى عشيقة، صح؟ عمرك ما كنتي عشيقة، وأنا أصلا ما كنتش ناوية أتجوزها. وهي كانت شايفة إن ده اللي هيحصل في الآخر، وما كانتش قادرة تستحمل إن دي تكون مكانتها عنده، وإنه مش هيقدر يديها أكتر من دور العشيقة في الضلمة. حاولت تبعده بكل قوتها، وكرامتها وجعتها جدا. إزاي تحط نفسها في موقف مهين زي ده؟ وراحت عضاه في إيده بكل قوتها عشان تعرف تفك نفسها منه وتهرب. حس بقلة حيلة، مش قادر يوعدها بحاجة رسمي لأنه عارف عيلته ممكن تعمل إيه. خوفه كان مكتفه ومش مخليه قادر يغامر بيها. وأمه كلمته تيجي حالا وإلا أبوها مش هيخرج من الحجز. وافتكر كلام أمه إن الدنيا مفيش فيها مكان للضعيف ولازم يقوي نفسه عشان يحمي اللي بيحبهم. رجع البيت وياو طلبت منه يعفي عن عيلة صاحبتها. كل واحد يستحمل نتيجة غلطه، وعرف أمه إنه جه هنا مخصوص عشان تنفذ اتفاقهم. على الناحية التانية استلمت شغلها الجديد ولقت نفسها في موقف بايخ، واضطرت تشرب مكان مديرها عشان تمشي الليلة. هوان شافها وحاول يساعدها بس هي قالت له لسه وراها شغل ولازم تكمله. فصورها وبعتها لصاحبه بقى، وفي دقيقة كان وصل وشاف اللعبة القذرة اللي بتدور حواليها. راح واخدها في حضنه قبل ما تقع وشالها وخرج بيها للعربية وهو على آخره. إزاي سايبة نفسك تتهاني كده؟ إزاي تقبلي راجل يحط إيده عليكي؟ وإزاي توصلي نفسك للحالة دي؟ هو اللي أنا بديهولك مش كفاية؟ ما هو أنت مش هتعرف تصرف عليا طول عمرك. وعارف إيه أكتر حاجة وجع قلبي؟ إن في واحدة تانية هتسكن قلبك وحياتك وهتبقى أنت المسؤول عن حمايتها مش أنا. والكلام ده خلى قلبه يوجعه. لحق راسها قبل ما تتخبط
وكان جواه بركان مش عارف المهزلة دي هتخلص إمتى، وهي كان كل اللي هاممها تسمع منه كلمة واحدة تريح قلبها وتحدد مصيرها. بس هو لسانه كان مربوط ومش قادر ينطق لأنه مش هيعرف ينفذ دلوقتي، وهي نفسها عزيزة ومش هتقبل تفضل في الضلمة. وتاني يوم صحيت لقيت الخدامة محضرة لها الشوربة بطلب مخصوص من شان، وكان سايب لها ملف. اتصلت بيه: ايه ده؟ أنا كتبت البيت ده باسمك عشان طول ما انتي في بكيني يكون ليكي سكن ملكك ومحدش يذلك، والخاتم ده هدية عيد ميلادك، ولو حد في شغلك طلب منك تشربي سيب الشغل فورا. ومع مرور الوقت سوانغ بلغت شان إنها نفذت المهمة ووفرت لها شغل في وسط الناس المحترمة اللي تعرفهم. أنا عايزة أسافر وأنا مطمن عليها، وجودها معاكي هيخليها تعرف ناس كويسة وتكسب خبرة عشان تعرف تعيش في العالم ده. نصيحة لله، لازم تعرفها ماضيك والقصة القديمة بنفسك قبل ما تسمعها من حد تاني، وإلا دي هتبقى ثغرة الأمة بتمسكك منها. هي رقيقة جدا ومش عايزة أدخلها في مشاكل دلوقتي، وحتى مش هينفع أوعدها بحاجة غير لما أحط رجلي على أرض ثابتة بجد، فخلي بالك منها. وفجأة هوان بعت له صورتها وزميلها بيديها ورد في قلب الجامعة، وقال له إن ده ترند مكسر الدنيا والناس كلها بتتكلم عن قصة حب سندريلا والورد. الصورة دي تتمسح من على النت فورا، وتجهز لي 1000 وردة من النوع اللي هي بتحبه النهاردة فورا، وإلا انسى مشروعك خالص. بس في الحقيقة جو كان جايب الورد ده بس عشان يعتذر منها على الموقف البايخ اللي حصل من خاله، وهي طلبت منه ما يكبرش الموضوع. وسألها: بتحبي السيد تشان؟ أيوة بحبه. وهو كلمها تجيله فورا. رجعت البيت واتفاجئت ببستان كامل. كل سنة وانتي طيبة، الورد اللي بتحبيه أخيرا فتح. وقعد يعزف لها بنفسه عشان عيد ميلادها، وهي تمنت الزمن يقف هنا. بس لما قرب منها بعدت عنه في محاولة فاشلة منها عشان تحافظ على اللي باقي من قلبها، لأنها عارفة إن كل ما حياتها معاه تبقى سعيدة بزيادة الوجع لما يجي هيبقى الدبل. هو مش هتقدر تستحمل. وقفت قدامه وطلبت منه يسمعها لآخر مرة: مش هقدر أقاوم حنيتك عليا ولا اهتمامك ولا حبك، بس أنا عارفة إن ماليش مكان في حياتك ولا مستقبلك. يمكن أكون بالنسبة لك مجرد لعبة أو تسلية، بس أنا خلاص مش قادرة أتحكم في مشاعري. وحتى لو كل اللي احنا فيه ده هيختفي وهيبقى سراب بكرة، أنا عايزة أتمسك باللحظة دي معاك. انتي لسه صغيرة وقدامك اختيارات كتيرة في المستقبل، لازم تفكري كويس. أنا مش عايزة من الدنيا غيرك، وواثقة إنك هتلاقي حل يجمعنا، هينفع بجد نكون سوا. وخلع النضارة ونخلع احنا بقى عشان اللي جاي مش بتاعنا. وصحيت من النوم لقيت الدنيا هس هس، وهو فص ملح وداب وساب لها جواب فيه إنه اضطر يسافر علشان شغل وهيغيب شوية، ولما يرجع لها هيديها الرد اللي هي مستنياه. وأبوها اتصل بيها وطمنها إنه خرج بالسلامة من الحجز والموضوع عدى. فلمت شنطتها وسابت له الخاتم والعقد على الترابيزة ومشيت بكرامتها. وهو في طريقه للمطار صاحبه هو فضل يقطم فيه: أنا مش يا ابني ياما حذرتك بلاش تعلقها بيك أكتر من كده، وأنت عارف البير وغطاه. طول ما هي معايا وقدام عيني هقدر أحميها وأحافظ عليها لحد ما أقدر أخد مكانتي في العيلة وأبقى أنا الكبير اللي بيدي الأمر الناهي. طب افرض اضطرت تسافر أو جالها شغل بعيد أو ظهر لها واحد أحسن منك ويديها الحياة اللي تستحقها، هتعمل إيه ساعتها؟ أنا بحبها بس خايف ما أقدرش أديها اللي تستحقه دلوقتي، وده اللي معذبني. بس مفيش حد هيقرب منها غيري. وبعد شهر سوانغ بدأت توفر لها الشغل، كانت واخداها عشان تعرفها على كبارات المجتمع زي ما طلب منها بالظبط. بس الصدمة إنها لما وصلت المكان الجديد لقوا أمه وياو قاعدين هناك، وطبعا أمه ما لقتش فرصة أحسن من دي علشان تتعامل معاها بمنتهى التعالي وتعاملها وكأنها خدامة. وطبعا هي اتقهرت من المعاملة دي، بس قررت ترد بذكاء. راحت مشمرة ايديها ومورياهم الاسورة بتاعت شن اللي العيلة كلها عارفة ان ممنوع حد يلمسها. حركة زي دي معناها ان البنت دي في حتة تانية خالص عنده، واغلى عنده من اي حد فيهم. وامه من الصدمة تنحت، وياو كانت هتتجلط من الغيرة، ويستاهلوا الصراحة. وهوان صورها وبعتها له، وهو كان راجع من الشغل تعبان، ومساعده عرفه ان هوان عايز يكلمه ضروري، وحكاله انها فضلت واقفة تخدم عليهم 3 ساعات لحد ما اغمى عليها ونقلوها المستشفى. والصدمة إن بعد ما الدكتور كشف عليها اكتشف إنها حامل، وهي أول ما فاقت من المستشفى هربت ومحدش عارف لها طريق. وأول ما سمع الكلام ده ركب أول طيارة ورجع الصين، ووصل البيت وهو مرعوب عليها ومش شايف قدامه. وهوان بلغه إنهم لسه مش لاقيين لها أثر. دخل على أمه وزعق فيها وحملها مسؤولية اللي حصل لابنه اللي لسه ما جاش على الدنيا. انت سايب شغلك ومستقبلك وراجع علشان خاطر واحدة نكرة زي دي؟ وسابها ودخل لأبوه. أنا عمري ما اتدخلت في حياتك ولا شغلك، وكنت دايما واثق فيك، بس دلوقتي شفت الثقة دي عملت ايه؟ ازاي تخلي واحدة تحمل منك وتجيب لنا فضيحة تمسح بسمعة العيلة الأرض؟ أنا مستحيل أتجوز غيرها. فأبوه فقد أعصابه وضربه: انت البنت دي لحست عقلك وما بقتش الابن العاقل الرزين بتاع زمان. أنا ما بقتش زي زمان، واللي عايز أحميه مفيش مخلوق هيقدر يلمسه. وسابهم ومشي. وهوان كلمه: لقيناها
بس للأسف الطفل مات، والحياة في اللحظة دي وقفت في عينه. قابل هوان عشان يفهم منه التفاصيل، وهوان قعد يهون عليه. ما تلومش نفسك يا صاحبي، اللي حصل ده مش ذنبك وانت ما قصرتش معاها في حاجة. في أخطاء عمرها ما بتتصلح مهما اعتذرت وندمت، والحاجة اللي راحت ما بترجعش، وأنا هعيش طول عمري ندمان عليها. راح لها المستشفى، وأول ما شافها سألته: هو أنت بتحب الأطفال؟ فما قدرش يمسك دموعه، وهي خلاص استسلمت للواقع. أنت مش هتقدر تحميني زي ما قدرتش تحمي ابننا. أنا آسف، سامحيني، أنت مش غلطان. أنا اللي اخترت أقرب منك بمزاجي. وراحت مطلعة له الأنسيال بتاعه ورجعته له. سيبني في حالي وما تقربش مني تاني، وسيب حكايتنا للأيام. لو لينا نصيب مع بعض أكيد هنرجع، ولو ملناش يبقى خلاص كده. واحترم قرارها لأنه ما قدرش يحميها ولا يحمي ابنه. ومر شهر، سافر ورجع تاني، وأمه استغلت الفرصة وعزمت الجد تشو عيلته عشان يفتحوا سيرة الجواز من ياو. حاول يزوغ منهم بكل الطرق، ولما ضغطوا عليه وقالوا له نعمل خطوبة لحد ما تخلص شغلك بره، رفض بحجة إنه مش عايز يربطها بيه ويظلمها معاه. وياو وافقت على كلامه عشان تبين إنها مش مهتمة بيه ولا هتموت عليه. ومساعده عرفه إنه في عزومة النهاردة في الفندق، والسيد جيانغ هو اللي عملها بمناسبة رجوعه، وهي هتبقى هناك. وصاحبتها عرفتها: يا بنتي، خال جو ده ما بيعملش حاجة لله والوطن، ده أكيد كان قاصد يجيبك عشان يحرق دم شان ويغيظوا بيكي. ولقته قدامها بعد شهور غياب: ازيك؟ بقالنا كتير ما شفناش بعض. لو رجليكي وجعكي خليكي قاعدة. لا طبعا، هو ينفع أقعد قدام حضرتك؟ راح نازل بنفسه على الأرض وماسك رجلها علشان يلبسها الجزمة. سيب رجلي، أنا هلبسها بنفسي. ووجودك مع جيانغ النهاردة مش هيفيدك في حاجة. تعالي ادخلي معايا ونكمل السهرة سوا. بس احنا خلاص انفصلنا، ممكن تنسي اني حبيبك القديم دلوقتي وتتعاملي معايا كأني رجل أعمال. يا ستي استغليني. هي طبعا مش هترفض لأنها دايما بتحس جنبه بالأمان. دخل بيها وعرف كل اللي قاعدين إنها زي أخته الصغيرة، وهو بيعمل كده علشان يحطها في منطقة الأمان، ومحدش من اللي قاعدين يفكر يضايقها أو يقلل منها. ولما جيانغ حاول يضغط عليها عشان تشرب، اتدخل ورفض وطلب منهم يجيبوا لها عصير، وفضل يتكلم عنها قدام كل المسؤولين إنها بنت شاطرة جدا ومتفوقة وذكية، ووصاهم يعاملوها أحسن معاملة. كانت شايفاه وهو بيتكلم عنها بكل فخر وبصوت مسموع، وكأنها بالنسبة له أعظم حاجة في الدنيا. وهما في الطريق سألها: ناوية تعملي إيه بعد ما تتخرجي؟ قدمت في كذا وظيفة وعندي انترفيو الأسبوع اللي جاي. أنا عايزك تكملي دراسة برا. ليه؟ تخصص الترجمة ده في أمريكا هينفعك جدا، وده أحسن من أي شغل تاني دلوقتي. هو أنا وجودي بقى مضايقك للدرجة دي؟ لأن سوانغ هي كمان كانت لسه بتكلمني في نفس الموضوع، وقد إيه السفر هيفرق في حياتي. بس في الحقيقة هو طلب منها تعمل كده عشان خايف عليها من أمه، كان عايزها تبعد عن العيون لحد ما يثبت نفسه ويضمن إن مفيش حد يقدر يلمس شعر منها، وساعتها بس يجمعهم بيت واحد. هما 2 سنين دراسة بس وهستناكي. ماشي، هسافر، بس لو سافرت مش هرجع تاني، وهغير رقمي، ومش عايزة أشوف وشك ولا تفكر تتواصل معايا أبدا. ممكن نتمشى سوا؟ أنا نفسي تفهميني، أنا مش عايز غيرك دلوقتي، بس مش هقدر أبقى أناني وأحبسك في قفصي وأحرمك من الحياة اللي تستحقيها فعلا. طيب ومستقبلنا سوا؟ دايما بفكر في الجواز منك، ونفسي في اللحظة اللي نكون فيها سوا وأرجع من الشغل ألاقيكي مستنياني ويجيلنا ولد شبهك. دي حياة بتمناها في اليوم مليون مرة. يا ريت تصدقيني. وعيطت لأنها متأكدة إن روحه متعلقة بيها زي ما هي روحها متعلقة بيه. وفي الآخر عرفها إنه سايب لها مبلغ مالي ووصاها تخلي بالها من نفسها، وحضنته، وهو ما قدرش يمنع نفسه. ما هي هتوحشه برضه. ومرت الأيام وهي بعيد. حياتهم كانت ماشية بس قلبهم واقف عند لحظة الوداع. هي كانت مستمرة في دراستها وتحقيق ذاتها، وهو كان شغال عشان يثبت نفسه ويقف على رجليه في شغله. ومرت السنتين ورجع شان البلد تاني. ما كانش قادر يعيش في البلد وهي مش فيها، وكان دايما بيهرب من أي سيرة للجواز. المساعد عرفه إنها رجعت بكين، وفي نفس الوقت قابلت سوانغ وعرفت الحقيقة اللي كانت غايبة عنها، وهي إن شان عمره ما انساها ولا لحظة، وإن كل اللي حصل كان مجرد سوء تفاهم. هو حافظ على وعده ليكي لما طلبتي منه ما يتصلش ولا يجي وراكي، فكان بيراقبك من بعيد لبعيد. ده حتى لما شافك منزلة بوست حزين ما قدرش يمنع نفسه، وسافر مخصوص لحد واشنطن ومشي في المطر تحت بيتك بس عشان يحس بوجودك، ومرضاش يخبط عليكي علشان الوعد اللي قطعه على نفسه. وعيطت لأنها لما سافرت كانت شايفاه جبان، وباعها علشان يخطب ياو ويريح أهله. طلعت الحقيقة إنه كان مستنيها ومستني اللحظة دي بفارغ الصبر. وسوانغ سألتها: لسه بتحبيه ولا خلاص النسيان أخد مكانه؟ حتى لو بحبه هيفيد بإيه؟ إحنا ملناش نصيب مع بعض. وبدأت تتمشى مع سوانغ عشان يغيروا جو، وفجأة لقيته في وشها. أتاري سوانغ الخلبوسة بعتتله إن هما مع بعض. بص لها بعيون مليانة شوق: وحشتيني، لسه حلوة زي ما انتي وزي ما سبتك بالظبط.
بقالنا كتير ما شفناش بعض. أيوة 2 بحالهم. لقيتي شغل ولا لسه؟ أيوة لقيت. فين؟ في فرع الأمم المتحدة. بقيتي شاطرة قوي، مش أشطر منك. كنت فاكر إني مش هشوفك تاني، انتي وحشتيني قوي. طول السنين دي كنت بلوم نفسي، ما كانش ينفع اللي بينا ينتهي، انت اللي قررت تبعد. بس أنا غلطان، اديني فرصة. طب والمرة دي هنفضل مع بعض قد إيه؟ يا ترى هتعلن علاقتنا وتتجوزني بجد؟ شايف احنا قريبين من بعض قد إيه دلوقتي؟ أنا سامعة نبضات قلبك وعارفة إنها ليا أنا وبس، بس في مسافة كبيرة لسه بينا. أنا مش عايز غيرك، قلبي وروحي مش قابلين بغيرك. الكلام سهل بس الفعل هو اللي صعب. المهم أنا احتمال يكون عندي بعثة 2 أو 3 عشان أحقق ذاتي، ولو رجعت وعرضت عليا الجواز وقتها هوافق، وأنا هستناكي. وعدى الوقت وهم بياكلوا في المطعم. عارف إيه أكتر حاجة كانت وحشاني وأنا في الغربة؟ الأكل هنا. طب والناس؟ ساعات بيوحشوني وقت نزول التلج، أو لما أشوف الورد اللي بحبه، أو لما أسمع أغنية تفكرني بحب قديم ما قدرش يمسك نفسه وعبر لها عن حبه. وتاني يوم خدها الأم سوانغ عشان تستفيد من خبراتها الدبلوماسية في البعثة اللي جاية لها. كان بيحاول يسهل كل الطرق ليها عشان مأموريتها ما تطولش ل3 سنين، بس في نفس الوقت ما قدرش يطلب منها تتراجع عن قرارها. ما كانش ينفع يحبس طموحها، وهم في الطريق قعد يتحايل عليها عشان تيجي تقعد مع أصحابه، وبعد ما تقلت عليه شوية وافقت. فراح متصل بيهم: جهزوا نفسكم، احنا في الطريق وجايين لكم. ولما وصلوا واحد صاحبه حاول يسلم عليها بإيده، راح ضارب إيده وأخدها في حضنه وقعدوا سوا، والعشم خده وحاول يلمس إيدها بس هي سحبتها. انت فاكر اننا هنرجع زي زمان بسهولة كده؟ يعني معقولة هون عليك تخلينا استنى سنة؟ خليها 3. لا لا خلاص 2 وترجعي ونتجوز وهستحمل. وانا اهو وفيت بوعدي وجبتك قعدتك مع كل اصحابي واعلنت عن علاقتنا رسميا. عادي، ده تصرف طبيعي يعني. لا مش عادي، انا كده بعرف الكل اني بتاعك ومحجوز باسمك. ومرت الايام ورجعت بيتها، واستغربت إن السنين دي كلها لسه بيعتني بالورد بتاعها وما خلاهوش يدبل. طبيعي يهتم بأي حاجة تخصك. وعدت ساعة وكان قاعد بينشف لها شعرها بكل حنية. شافها ضعفت وما بقتش تهتم بصحتها. بلاش تشتغلي لو الشغل هيتعبك كده، أنا مسؤول عنك وعن كل طلباتك. لأ، الشغل مهم لكياني ونفسي، والموضوع ده مش مادي خالص. وفي وسط الأيام الجميلة دي شافها وهي رسماه، ولما صحيت عرفها إن الفلوس اللي رفضت تاخدها زمان دخلها لها في البورصة واستثمرها لها طول ال2 اللي فاتوا، والمبلغ اتضاعف وبقى عندها أصول وأسهم تخليها تضمن مستقبلها. وهي ما كانتش مستوعبة إن في حب للدرجة دي، إنه يخطط لمستقبلها وهي لسه بعيد. وتاني يوم أمه بقت واثقة إن البنت دي خطر على مستقبل ابنها ولازم تتدخل علشان تخلص الحكاية. انتي شاطرة في مجالك وما عنديش مانع أوافق على جوازكم، بس بشرط بعثة للسودان تبع السفارة لمدة 3 سنين. البعثة دي هي اللي هتعملك اسم ومكانة في المجتمع، ونوافق بيكي وقتها. أصل انتي عندك ايه تديهوله أكتر من كده، واوعي تقولي لشن عشان ما يعملش فيها بطل ويمنعك. ولو اتجوزته غصب عننا هنطرده برا العيلة ونحرمه من كل حاجة. ولما روحت كلمته: عارف، من أول مرة شفتك فيها واتخطفت ما كنتش قادرة أفسر إحساسي ده إيه، بس يوم ما لقيتك جنبي في أصعب لحظات حياتي وقت مشكلة بابا عرفت إنك السند. أو كلامك دلوقتي ممكن يخليني أسيب الشغل دلوقتي وأجيلك. يلا روحي نامي دلوقتي. قبلت التحدي وقررت أسافر، وهستحمل البعد عنك لو ده هيخلينا في الآخر لبعض. وهو عرف أصحابه إنه جاهز الخاتم وخلاص ناوي يتقدم لها رسمي، وفاجئها بجو رومانسي. فاكرة لما قلتيلي بعد 2 لو عرضت عليا الجواز هوافق؟ أنا من وقتها وكلامك ده مش بيفارق خيالي. ال2 اللي غبتيهم كانوا صعبين قوي، ومن يوم ما رجعتي بكين وأنا كل اللي أنا عاوزه إنك تفضلي جنبي للأبد وتبقي مراتي. أنا مش عارف بكرة مخبي إيه، بس اللي متأكد منه إني مش هقدر أعيش من غيرك، وحياتي مش هتكمل إلا بيكي. فإيه رأيك نكتب الكتاب دلوقتي على الأقل عشان أطمن؟ وافتكرت كلام أمه فسحبت إيدها منه. ما ينفعش نتجوز دلوقتي، أنا مسافرة بعثة للسودان لمدة 3 سنين على الأقل. السودان؟ الوضع هناك مش مستقر، ده قراري، ولو بتحبني بجد استناني. وهو طبعا افتكر إنها أنانية وبتحب نفسها ومستقبلها وطلعته بره دماغها، وزعل قوي إنها مخبية عليه وما قالتلوش إلا في اللحظة الأخيرة. ولما حاولت تقرب منه منعها وطلب من كل اللي موجودين يخرجوا بره. كان شايف إنها مش حاسة بوجع قلبه ولا كسرته، وهي فهمت إنه فهمها غلط، بس ما كانش ينفع تقوله الحقيقة. اتوجعت من قسوتك، انت طلعتي قاسية أوي. ورمى الخاتم، وهوان وصلها بأمر منه، بس هوان كان شايل منها لأنها كسرت قلب صاحبه. انت فاكرة نفسك مين؟ انت مجرد بديلة لحبيبته اللي ماتت زمان وعرفت كل حاجة. وبعد شوية راحت له ورجعت له ورق ملكية البيت،
وعرفته إنها مش عايزة أي حاجة منه. كفاية إن عشت معاك الفترة دي كبديلة لحبيبتك القديمة. مين اللي قالك الكلام ده؟ أنا عمري ما اعتبرتك هي. أنا مش هفضل عصفورة في قفصك، أنا ليا حياة ومستقبل لازم أشوفهم. كانت خلاص هتمشي، وهو اللحظة كان هيضعف، بس كبرياءه منعه، واكتفى إنه يقول لها خدي بالك على نفسك وما تثقيش في أي حد. ومرت سنتين وهي لسه في بعثتها في السودان، وسط ظروف صعبة وحرب، وزمايلها كانوا مستغربين إزاي هي البنت الوحيدة اللي لسه صامدة معاهم لحد دلوقتي. وسألوها يا ترى ليكي حبيب مستنيكي؟ فحطت إيدها على قلبها وتمنت في سرها إنه يكون لسه بخير. بس الحقيقة إنه ما كانش بخير خالص. عمل حادثة وهو سايق لأنه سمع في الأخبار عن سقوط طيارة ووفيات في السودان، ففضل مركز في الأسماء وهو مرعوب، وما كانش مركز في الطريق وعمل حادثة. وبعد كل اللي حصل له ده لسه بيعرف أخبارها وبيطمن عليها. وأصحابه حاولوا يهدوا النفوس ويصلحوا بينه وبين هوان، وفهموه إنه عرف غلطه وعمل كده بس علشان كان قلبه وجعه على صاحبه. بس جان ما كانش شايف ولا حاسس غير بوجع قلب حبيبته بس. والمساعد دخل وعرفه إنها تعبت جدا، والأدوية اللي محتاجاها للعلاج مش هتوصل لها إلا بكرة. طبعا ما كانش هيقدر يقف يتفرج وهي بتضيع منه، وأول ما جه يتحرك أمه وقفته وحاولت تمنعه بكل الطرق، وعرف إن بعدها عنه ما كانش بمزاجها، ده كان قرار مصيري، وكان تضحية منها عشان تحافظ عليه وعلى مستقبلهم. وقال لأمه إنه مش هيكرر نفس غلطته زمان، وحبي المرة دي هحارب عشانه لحد آخر نفس. ووصل السودان، وأول ما شافته فكرت نفسها بتحلم بيه كالعادة، ولقى الخاتم اللي رماه لسه محتفظة بيه وحطاه في سلسلة. كانت مستنية توفي بوعدها مع أمه، وفهم كل حاجة وعيط. أنا آسف إن السبب في وجعك. هو أنت قدامي بجد ولا أنا لسه بحلم؟ أنا هاخدك البيت وهنتجوز خلاص. إيدك بتوجعك؟ ما بقتش حاسة بأي وجع دلوقتي. أنا دايما كنت بحلم باللحظة دي ومستنية أرجع لحضنك. كان لازم تقوليلي، كان لازم تشاركيني الوجع ده. ففهمته إن كلام أمه كان صح وقتها. هي فعلا ما كانش عندها أي حاجة تقدمها له، ولا كانت قادرة تليق بيه وسط عيلته، ولو كانوا اتجوزوا وقتها كان أبوها هيتخلى عنه، وده عمره ما كان هيخليها سعيدة وهي شايفة حبيبها بيخسر أهله عشانها. أنا بس عايزك تعرفي إني بحبك انتي، وقلبي مش شايف غيرك. ما أنا عارفة، وعارفة إن تعلقك كان مجرد إحساس بالذنب ناحيتها. وقتها اتفاجئت وزعلت، بس مع الوقت فهمت مشاعرك كانت إيه. طب يلا نبدأ من جديد وما تخلينيش أخسرك تاني، ولما نرجع نتجوز وكفاية بعض لحد كده. أنا دلوقتي موافقة أتجوزك. وراح ملبسها الخاتم. أخيرا يا شيخة، ده احنا قلبنا اتقطع عليكم من أول المسلسل. وتاني يوم رجعوا البيت وعرفها على أبوه وجده، والمرة دي استقبلوها بترحاب ووافقوا عليها خلاص. أصلها ما بقتش البنت الغلبانة بتاعت زمان، دي بقت مترجمة مشهورة في السلك الدبلوماسي. وهي خارجة ما كانتش مصدقة نفسها وسألته معقول وافقوا عليا كده؟ فعرفها إنه بقاله سنين بيبني في شركته الخاصة بمجهوده لحد ما كبرت وبقت تنافس الشركات الكبيرة، وكمان كتبها باسمها عشان اللي يفكر يكلمها نص كلمة تحط صوابعها في عينيه. عارفة، من أول ما شفتك وبتعامل معاكي كأنك بنتي، كنت براقبك من بعيد غصب عني وكأني خايف عليكي. ولما قررت أسفرك أمريكا وشفتك بعيني وانت مسافرة خفت عليكي قوي. ولما سافرت السودان وشفتك نايمة على السرير في المستشفى فضلت أفكر لو ما بقيتيش موجودة هعمل إيه من غيرك. الشركة اللي كتبتها باسمك دي هي أول استثمار ليا، وبالشركة قدرت أفك من حصار أبويا وجدي، ودي أقل حاجة شايفها تبقى مناسبة مهر ليكي عشان نتجوز. تقبلي تتجوزيني؟ راح واخدها في حضنه وخلاص بقى يا دار ما دخلك شر. وتاني يوم دلعها وصل للسقف. عايز أغير الكنبة دي، طب إيه رأيك نجيب قطة؟ طب نجيب كلب؟ وهو ما بيرفض لهاش طلب. طب ومش ناوية تجيبيلي طفل بقى يملى علينا البيت؟ ده بعينك. ومرت الأيام وخلاص الجوازة تمت على خير الحمد لله، وألف ألف مبروك. وزغرت لهم بقى كتير قوي قوي في الكومنتات لحد ما تتعبوا. وما تنسوش تصلوا على النبي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعملوا لي لايك عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام.